هي يعني الصيدلي يروح لحد المريض لحد السرير، فده الكلام اللي هو فمجازا التعامل مع المريض بالمنطقه ده كلام كويس جدا. تعالوا نرجع شويه كده لورا في ذهننا ونشوف ايه اللي كان زمان وايه اللي جات دلوقتي وايه احنا بقى في اتجاه لموضوع الصيدله الكلينيكيه والجهد. الخمسينات انا رجعته جامد. يعني في الخمسينات كان الصيدلي اسمه ابوتيكال، يعني صيدلي بتاع تركيبات يعمل ايه؟ يعمل كومباوندنج اند ديسبنسنج للبريسكريبشن. كومباوندنج يعني ايه؟ يحضرها ويركبها. ديسبنسنج يعني يديها للاكزيكيوشن طبعا. وكان صيدلي براوز وكان فخور، وكنت تلاقي الصيدليه واقف فيها دكتور لابس البلطو بتاعه، ومفيش بقى على الركوب كبسولات وراس وكلام، تلاقي بوتل وسوليوشن مش عارف ايه. اشهر مثال بنقول دايما بتاع الفيلم بتاع ناس عندي بتاع بشر الفوائد. ده هو ده مثال ونموذج للصيدلي فعلا زي اي كتاب اللي هو كان في الخمسينات. كان ده سبيشاليتي، كان تخصص من ضمن التخصصات اللي هو كانوا بيسموه دراج اورينتد. يعني ايه؟ يعني كل اهتماماته وتخصصه في الدواء. كومباوندنج اند ديسبنسنج اوفر ذا. ما كانش حد بقى يعرف يشتغل شغل، ما كانش بقى اسيستنت واقف في الصيدليه زي ما احنا بنشوف دلوقتي معاه دبلوم، مع احترام الانسان يعني عنده دبلوم يقوم بالصيدليه يشيلها كلها كده من بابها زي ما بيقولوا. في صيدليات دلوقتي ماسكها معاهم اي بكالوريوس او حتى دبلوم وماشيين. لا ما كانش الكلام ده. كان انت يعني بتدرس في الكليه الفيزيكس والحاجات دي بتطبقها بجد. بتدرس في الكليه حاجات بتطبقها في الصيدليه فعلا، وعندك الميزان بتاعك والصوره بتاعتك وعندك الكيميكالز والسوليوشن ومش عارف ايه، وبتعمل كومباوندنج وديسبنسنج. كان اسمه ايه؟ كان اسمه دراج اورينتد. امال ايه في المقابل؟ بيشنت اورينتد زي ما الدكتور قال. لا هو ما كانش بيشنت اورينتد. يعني الصيدلي في الخمسينات والستينات اوائل الستينات يعني كان ممنوع عليه انه يدسكس مع البيشنت البينيفيتس والادفنس افكتس بتاعت الدواء. يعني كان الصيدلي مالوش ان هو يتكلم مع العيان كده ويقول له ايه الدواء ده بتاع كذا وبيعمل كذا ومش عارف ايه، ويعمل له كونسلنج بقى ويديله نصايح. لا ما كانش يعني قوي يعني هو يركز في الكومباوندنج بتاع البريسكريبشن ويديها عشان ما تعملش فيها خطأ زي ما الفيلم ما حصل وكده. فده كانت حاجه جميله جدا. هو براوز وفخور ومحدش كده وزي الفل. اللي حصل ايه بقى في الستينات؟ يعني احنا الموضوع ده من زمان، المقاس دي من زمان. في الستينات بقى حصل طفره في تصنيع الدواء. حصل طفره في مصانع الدواء طلعت صنعت كبسولات والقراص والحقن والجلوس كل حاجه. طب وبعدين الصيدلي ده اللي جايب يعني مجموعه عاليه جدا وراس دماغه متكلفه يعني، طب يعمل ايه؟ اصبح شغلته ايه؟ ديسبنسنج كومباوند. خلاص عارف الادويه كلها موجوده، احنا بس بنشوف الفابيتيكال ولا نوصلها ديزيز، ونشوف الحاجات اللي بونص عليها بونص عليها خصم، نجيب من المخزن نجيب مش عارف منين الكلام ده كله. انما ايه يعني فين بقى القيمه المهنيه والقيمه العلميه؟ للاسف يعني ان شاء الله هنقول ان في امل، يعني في خائف امل مشعه يعني ان شاء الله ان الدنيا مش مقدوره. ده واقع، ده اللي احنا عايشينه من الستينات. خلاص ما عادش بقى بيعمل كومباوند. دي مشكله ومحرم عليه ان يبقى بيشنت اورينتد. طب وبعدين اقعد كده في الصيدليه. احنا بالنسبه لنا احنا في مصر ما كانش عندنا مشكله قوي. ليه؟
يعني كانت الناحيه الماديه مظبطه معانا. يعني كان الصيدلي يقول لك مش مشكله، انا بعمل يعني بناول روجيتا او بصل روجيتا بس انا 5 سنين واتخرج افتح لي صيدليه كده كويسه، سنه ولا سنتين تظبط لي جيب عربيه تجوزني تعمل ده واقع، دي حقيقه كده. حتى احنا كنا الجيل القديم اللي زي حالاتي واللي اقدم مني كمان كنا وصلنا لدرجه كده كانت الصيدله دي كانت ايه؟ سنه وما زالت طبعا بس كانت يعني ايه متألفه قوي زياده عن اللازم. 95 انا ثانويه عامه 95 كان ساعتها يعني كانت حتى اول سنه تقريبا من صيدله عين شمس كانت الصيدله واخده من 92%، كانت صيدله عين شمس واخده من 100% ولا حاجه. كانت اول سنه كانوا حتى بيسموها كليه العباقره وكانوا نزلوها في الجرايد وحاجات طيبه. وكانت الصيدله ساعتها فعلا متالقه جدا على اساس مفيش ريسك، مفيش مخاطر، مفيش تعب، مفيش سنين كتيره زي طب، يعني بيقارنوا طبعا طب الصيدله على طول. في نفس الوقت بتتخرج بمنتهى السهوله، تشوف لك مكان تفتح صيدليه وتدخل البنك. قرب علينا بقى، يعني قرب علينا جامد في الحته دي بصراحه. لان اللي بقى يحصل بعد كده ان بقى كل 100 متر صيدليه، فاصبح الموضوع اللي هو كان مصبرنا على يعني اسف اذا كنت هقولها بس دي حقيقه، التدين المهني راح، يعني كان مصبرنا راح خلاص، اللي هو حتى الماديا كمان الدنيا بقت اللي عنده صيدليه او يعرف حد عن صيدليه الالياف بالذات او كده يعرف ان انا بقول الكلام ده بقول ده صح. خلاص ما عادش الصيدليه دلوقتي يعني عايز صاحبها كده يعني مظبوط. ممكن 7-8% كبار، دي حاجه ثانيه بنتكلم عنها. بنتكلم على عامه الصيدله فاهمين ازاي؟ يعني القصه جت ان انت فقدت بقى الحاجه اللي كانت مصبره. في نفس الوقت بقى قدامين شويه تلاقي مثلا الاطباء والاسنان بيمسكوا مناصب موجودين في المستشفيات بيترقوا زي مثلا مهنه اي مهنه، محاسب، مدرس، طبيب، اي حاجه. انت اشتغلت مثلا من 10 سنين كنت حاجه، النهارده بعد 10 سنين يعني اكيد تترقى ايه؟ طب انا فاتح صيدليه بقالي 13 سنه. انا احمد امين اللي انا واقف في الصيدليه من 13 سنه، لو انا ما كنتش يعني كنت له دكتوراه واخدت الدور بالحاجات دي كلها، انا كنت احمد امين برضه اللي هو عنده صيدليه بعد 13 سنه. مفيش اي ترقيه حصلت لي. ده على المستوى المهني، على المستوى المادي مفيش اي ترقيه ماديه برضه، لان انا من 13 سنه كنت كده، بعد دلوقتي بقى في حوالي 7 فتحوا جنبي 7 صيدليات. ده بايد ربنا يعني، واحنا مبسوطين يا جماعه والله. مش بتكلم في قصدي حاجه، بس انا بتكلم على واقع عشان خاطر في الاخر نوصل اللي نحاول نحله يعني. فالحاجه اللي هي كانت مصدره الصيدله، موضوع الصيدليه والمقابل المادي، هي كمان ما عادتش زمان. كان اي حد عنده فلوس وعايز يستثمرها وياخد اسم صيدلي مثلا ويفتح صيدليه مثلا باشا. دلوقتي يعني عايز اقول لكم ان السوبر ماركت ممكن يفتح عن صيدليه. ده على مستوى مصر. لا، في امريكا واوروبا بقى هم كانوا يعني ايه لقطوا القصه دي من بدري. في امريكا في الستينات بعد ما موضوع ان الصيدلي ما عادش يعني المصانع مصانع الادويه وكده زي ما احنا قلنا، نرجع تاني يعني، بس في امريكا بقى مش في مصر. هم بداوا يقولوا لا احنا مش هنسكت. الصيدلي ده واحد دماغه كويسه، ليه مجموع عالي، دارس حاجات كويسه. طب احنا ايه اللي ممكن يلاقينا؟ ان احنا نبقى بيشنت اورينت. من هنا اصبح الكلينيكال فارماسي والفارماسي براكتس في امريكا. كلينيكال فارماسي والفارماسي براكتس في امريكا بدايتها من اواخر الستينات بداوا يعملوا موضوع الفارماسي براكتس، والكلينيكال فارماسي
على اساس ان الصيدلي يبقى بيشنت اورينتد. وعلى فكره بيشنت اورينتد او كلينيكال، يعني اذا كانت معناها سريري مش بس معناها ان الصيدله الكلينيكيه تمارس داخل المستشفيات فقط، لا ممكن في الصيدليه العامه الشارع، بس انك تتعامل مع المريض او الكير جيفر بتاعه اللي هو بيعتني بالمريض وتديله نصايح وتديله حاجات وتقعد بقى تدسكس البينفيت بتاعت الدواء وتدسكس المشاكل بتاعت المرض بتاعه والاثار الجانبيه المتوقعه اللي ممكن يتجنبها او اللي ممكن يتصل بيك لو حصلت بزياده وصفر. يعني ده بيشنت اورينتد. هم بداوا يقولوا بقى في امريكا بقى من الاول الستينات كده، لا احنا عايزين الصيدلي يبقى بيشنت اورينتد ومؤهل لكده ويعمل كونسل، يعني يعمل نصايح لمين؟ لكل الناس، للمريض والناس والفيزيشن وكل الناس. لو انت عندك حته كده انت ايه؟ انت يعني متخصص فيه. حته الدواء والفارماكوثيرابي ده هو البورد على فكره الامريكان بورد اللي احنا هنتكلم عنه. اشهر تخصص يعني هو اكثر حاجه يعني مشهوره الفارماكوثيرابي. يعني ايه فارماكوثيرابي؟ الفارماكوثيرابي دي يعني فن المداواة، فن المعالجة، فن انك تعالج العيان. ده الفارماكوثيرابي. فانت عندك حتة اللي هي الفارماكوثيرابي اللي هي بيسموها الفارماسيوتيكال كير، الرعاية الصيدلية. انت مميز فيه ومتميز فيه، ممكن تنصح او تدي نصائح للطبيب، للتمريض، للعيان، للكير جيفر بتاعه. فبدأوا يقولوا بقى ايه؟ احنا عايزين الصيدلي يمارس الفارماسي براكتس في امريكا. ماشي، طب يلا. بدأ الفارماسي براكتس تشتغل فعلا. لحد التسعينات كان الصيدلي مش واحد من الهيلث كير. دي حقيقة. لحد التسعينات كانوا يقولوا على الصيدلي ان هو باراميديك. باراميديك يعني ايه؟ يعني معاون او مساعد في الفريق وليس شخص اساسي في الفريق. في التسعينات في تو بروفيسورز في امريكا، بروفيسور اسمها ليندا سترانت، بروفيسور اسمه دوغلاس هيتلر. هم قالوا في امريكا احنا عايزين الصيدلي يبقى واحد من الجنس كده. في امريكا ما تعرفش اروح منها الدولار، ده يكتبنا بالدولار في الورقه والقلم ولا مش يكتبنا؟ فقالوا طب احنا هنستفيد ايه؟ قالوا تعالوا نجرب نعمل تراي، نجيب فريقين، فريق فيه الصيدلي مع باقي فريق الطب اللي هو النيرس والفيزيشن والدنتست والناس دي كلها، والفريق الثاني فيه الصيدلي، ونتعامل مع المرضى ونشوف النتيجه في الاخر. هل في فرق؟ هل فرق الصيدلي وجوده هنا من عدمه هنا ولا فرق؟ اشتغلوا سنه تقريبا، ثم بعد انتهاء السنه دي بدأوا يقيموا اللي حصل ده. ايه اللي لقوه بقى؟ لقوا ان الفريق اللي في الصيدلي فعلا عدد الوفيات قل، الانفاق على الادويه وعلى الاشعاعات والحاجات دي قل، عدد الاهدار بتاع الادويه والفاقد منها قل، عدد الاثار الجانبيه قل بطريقه او بدرجه سيجنيفيكانت، بدرجه قويه جدا جدا، لدرجه ان رسميا بقى الصيدلي في التسعينات رسمي ممبر من الهيلث كير تيم. يعني اللي يجي يقول لكم ان انت كفارماسيست باراميديك، لا مش حقيقي. انت ممبر اوف هيلث كير تيم، وحطوا يعني المسمى بتاعه او التايتل بتاعه او التخصص بتاعه فارماسيوتيكال كير بروفايدر، مانح الرعايه الصيدليه. والبروفيسورز بقى اللي هم عملوا القصه دي قالوا بعد ما عملوا التجربه الهائله اللي احنا كلنا يعني بنادين ليهم حاجه زي كده يعني ان هم عملوها، قالوا بقى ان جه بقى دور الصيادله نفسهم ان هم يشيلوا بقى الحمل بقى. انت بقيت ممبر في الانسكيورتي وانت عشان خاطر مثلا الكلينيكال فارماسي لما تيجي تتطبق واحنا هنتكلم عنها دلوقتي ايه؟ من ضمن الحاجات المهمه قوي ان انا بعمل انترفنشن. يعني ايه انترفنشن؟
يعني انا جاي المريض وانا اساس الكلينيكال فارماسي اساسا ان انا يبقى عندي بيشنت بروفايل سيستم، ان انا يبقى عندي فايل للمريض. الفايل ده فيه كل الداتا دي اللي هتؤهلني ان انا اقوم بدور الكلينيكال فارماسي. وانا لو المريض جاي كده ما اعرفش عنه اي حاجه مكتوب له كده، انا هقدر اعمل اي حاجه؟ لا، لازم اعرف وزنه، مرض، ضغط هيستوري، فاميلي هيستوري، اناليز هيستوري، عارف ايه كده. فهو ده الاساس بتاع الكلينيكال فارماسي. الكلينيكال فارماسي بيتطبق في مصر يمكن في الكلام الدولي اكثر مستشفى، يمكن في دار الفؤاد، يمكن في 57 مع الاورام، في دار الشفا، في اسكندريه، في سلامه، في عطيه مصر الاسماعيليه، المركز الطبي العالمي. كل الحاجات اللي دي بتمارس الصيدله الكلينيكيه. اهم حاجه في ممارسه الصيدله الكلينيكيه ان الصيدلي عنده فايل. ابص على الفايل اعرف ان المريض ده عنده صلفه قليله والمريض مكتوب له سكرين مثلا. لا، هو عامل ايه؟ يسمى بالثيرابيوتيك انترفنشن. راجل بيتصل بالطبيب، العيان ده عنده قلب من السكر كاتب له سكرين. صح، ده ما ينفعش. ايه اللي ممكن يطلعه مكانه؟ هو عنده كذا كذا كذا، ايه رايك نعمل ايه؟ نطلع كذا، ماشي ماشي. نيجوشيشن اتفاق ما بين الطبيب والصيدلي. انا بس عايز برضه يعني الكلام عن الكلينيكال فارماسي كلام كتير، فانا برضه عايز احاول اركز عشان نطلع باكبر فايده ممكنه. يعني هو احنا في الاساس هدفنا في الاخر المريض على فكره. يعني مش هدفنا حاجه شخصيه، هدف ان انا اقول والله ده مش كلام مع الطبيب ولا الطبيب يقول لا ده الصيدلي مش على فكره. ده كلام صغير قوي ان احنا اكبر من كده. احنا هدفنا في الاخر المريض، هو مثلث المريض والطبيب والصيدلي. اهم حاجه في المثلث هو المريض على فكره. يعني هو يقول لك موضوع كلينيكال ده هو بمصلحه المريض. ليه؟ تعالوا يقول لك لما الريسبونسبيلتيز المسؤوليات تتقسم على اكثر من واحد، نسبه الايرور تزيد ولا تقل؟ ايه؟ لما انت كطبيب تكتب بريسكريبشن يبقى الصيدلي ورا منك بيعمل لها ايفالويشن، هيبص وراك، يبقى الايرور هيقل. انت كطبيب مثلا هاند رايتنج ايرور، خطا بالايد مثلا، بدل ما تكتب بروفيرا هرمون انوثه كتبت بروفيرون حرف الايه؟ هرمون ذكور. طب لو انا كصيدلي مش شغال كلينيكال ومش بعمل تشيك للبريسكريبشن وبعمل هو المريض. الموضوع ده كله هو المريض. انما الطبيب والصيدلي كل واحد يتخطط ويبدع بتخصصه عشان يخطط في الاكل المريض هو الطبيب. ولا انا عايز ان انا مشيت في الكلام ده كله. يعني مش عايزين التكتيك بتاعنا يبقى كده خالص. بنعمل اللي هو بنتعب عشان نخطط مصلحه المريض. في الاخر الكلمه للعلم. يعني كتير قوي لما بشرح شوف الكلام المستخدمين يقولوا احنا بنتكلم الاطباء وبيكلمونا وحش وما بيسمعوش كلامنا. لما يجي الصيدلي الطبيب كاتب مثلا الريجنال نومن والكورتيكوستيرويد الشهر الثاني طبعا يجي الصيدلي يمتنع عن صرف الروشته ويشوف الطبيب يقول ازاي تكتب الكورتيزون ده فيه استيراد منك الحمل مش عارف ايه. هو لازم الطبيب يرد عليه ويقول ماليش دعوه ان انا هنا نتكلم في حته ثانيه خالص. نتكلم على جرعه 12 مللي، يعني امبوله ونص فرصه بروتين او جبس دول 12 مللي بعدها 12 ساعه. بعد 24 ساعه يحصل ماتيوريشن لللنج. اللنج ده اخر عضو في الجنين بيكتمل نموه. فبتيجي الست اللي هي ممكن تنجب قبل الاوان بيسموها بري تيرم ليبر، بيكون موجود مغص جامد او نزيف او كده، يروح الطبيب لاحق ومدي حقنتين
3 حقن يعني حقنه ونص وحقنه ونص ديكساميثازون او كورتيزون عشان لو نزل الرئه بتاعته تكون مكتمله ما يحتاجش يحط تيجي بقى تاني شغال واحد مستوى يقول لك تعمل ايه؟ ده برضه شيء يعني احنا بنقول ايه بقى؟ لا بنتكلم بره بقى بنتكلم الاطباء عن علم الوضع وضع يعني برضه الناس مش برضه مثلا يقولوا لا احنا بنتكلم بقى بعلم وقاعده علميه بنلاقي الوضع اختلف خالص بقى يسمع وبقى يرد بشكل تاني خالص يجي في الاخر العلم هيقول في البيت مش عارف دلوقتي تقول لي مثلا لا كده ومش كده طب تعالى هو احنا كده ماشيين في الدنيا كده خالص الناس مرجعيه دي هو يعني طب تعالى واحد كبير بقى يدخل ما بينهم يقول لك لا فحته الثيرابيوتيك انترفنشن انت تتدخل وتعمل مكالمه او مداخله مع الطبيب وهو كان يعمل يقابلك بشيء يعني كده من معامله مش كويسه او غلط مش كويس ده عشان خاطر الفيدباك عند الاطباء ان السبب ما عندوش معلومات احنا عايزين نغير الفيدباك ده. اما بقى لما تاخد البورد وتدرس بتعمق فعلا تاخد الجايد لاين عندك مثلا تقول له ده جايد لاين بنت عليها في 2014 2015 بقى غيروا الجايد لاين وبقى فيرست لاين كذا مش كذا يا سلام حتى الرئيس الدكتور الناس تتكلم قصه كده قصه ان انت يبقى عندك اساس علمي تتكلم بهذا الاساس العلمي فاللي قدامك يعني مره كانت في الازمه شابتر اسمه الابيات ريتير ونتكلم عن الشباتر بتاعت الجزء بس يعني حد فكون يعني كان في الابيات ريتير في منهج الجزء في الازمه والسي او بي وحاجات جميله قوي وبعدين نزل بقى منهج الجزء اللي هو متحمس قوي يعني في ديب انفورميشن وجايد لاينز فعلا يعني بجد حاجه قيمه جدا جدا جدا. فمن ضمن الحاجات في الازمه مثلا في الازمه وانت بتعالج الازمه بتبقى عينيك على حاجتين يا رب يعني حاجه اسمها لونج تيرم كنترول ميديكيشن وفي كويك ريليف ميديكيشن يعني في حاجات زي البنسلين بخافه عند اللزوم وفي حاجه مثلا زي الانهيل كورتيكوستيرويد بخافه برضه بس كورتيزون دي بتمشي عليها بانتظام ريجاردلس انت عندك اعراض او ما عندكش عشان يمنع الفيوتشر سيمبتومز او الفيوتشر اتاك ده البوليسي بتاعتهم دي سياسه علاج الازمه. تعمل اد اون بقى على يعني المرايه بتاعتنا هي كروت ريليف يعني كلما زاد استخدام الكروت ريليف يبقى لونج تيرم مش مطبق. فاهمين قصدي؟ يعني حته البنتولين الاماكن البنتولين ده كلام غلط منه لازم تظبط اللونج تيرم كنترول. تظبط اللونج تيرم كنترول الكويك ريليف تبدا تقلل من استخدامه بشكل كبير جدا لدرجه ممكن ما تستخدموش خالص. اللونج تيرم كنترول ده لونج تيرم اسمه كده لونج تيرم يعني انت ماشي كده مش اقل من 3-6 شهور كده ولا حاجه وتبدا تقيم العيان اسمه لونج تيرم. فمن ضمن اللونج تيرم كنترول اللاب لونج اكشن اللي هو زي الفورموترول اللي هو الفراديل كبسول في السوق اللي يمكن يتضرب في الصيدليه. فكان طبيب كاتب يعني عشان بس ما اقولش كان طبيب كاتب للعيان فراديل كبسول اللي هو لابا لونج اكشن دي بتاكل شريط هي كبسوله كده بتتحط في الجهاز فيه حاجه كده بتضغط زي سنون كده او دبوس او حاجه تخرم الكبسوله والكبسوله جواها باودر بقى لما هي اتخرمت كده تعملها تروح راح على كده. ده اسمها دي بي اي دراي باودر انهاليشن دي بي اي. فده لونج تيرم كنترول. انت كاتب لي شريط 5 كبسولات 5 ايام يعمل ايه؟ فاهم قصدي؟ هو زي الدكتور الصيدلي يعني راح مخصوص الدكتور وكان ليه بقى الاسلوب ده
ده لابا لون ده اكل الاسرائيلي لون كتير حضرتك كاتب فلوس لا تستطيع يعمل ايه؟ او ايه طريقه او ايه غلط؟ قال له لا والله ده انا عشان خاطر بس الفلوس وعشان خاطر المريض والقسط وكده ان هو لا الصح طبعا انه ياخد العلبه كامله ويفرغها كمان حصل بالحظ ده فالعلم له ليه يعني كلمته ليه هيبه كده وليه حاجه كده ما ينفعش حد الا جاهل يعني ما ينفعش حد ان هو ينكر العلم الا جاهل فوجود العلم ده شيء يعني بالفضل. وعايز اقول لكم بقى كمان حاجه يعني بشرى يعني طول عمرنا كصيادله وخريجين صيدله كان عندنا مشكله ان احنا كان في جاب ما بيننا وبين الاطباء. احنا هنا في الدوائر في الاطباء في البيوت الثانيه كان في جاب ده حقيقي ما ننكر والاطباء بعض اخواتنا ومراتاتنا واحنا عاملينها واصحابنا وكل حاجه على راسنا يعني احنا بنناقش يعني حاجه واقعيه بس مع كل احترامنا طبعا دايما تلاقوا الاسره مليانه اطباء وصيادله تحسوا كده انهم ولا حد يقدر يتكلم عنهم. هتلاقي في جاب دي حقيقه خلاص. فاحنا كان همنا ايه يعني هدفنا في الحياه ايه؟ ان احنا نضيق الجاب دي او نزيلها خالص. طب اللي حصل ايه بعد الجرد؟ تخيلوا واخدين بالكم من الحركه دي؟ الحركه دي حقيقه قوي. الحركه دي حقيقه. بقى في جاب لصالح الصيدله. انا بقول لكم على حاجه انا بقالي 7 سنين بدرس الجرد. كنت في الجرد سنه 2012 وحاضر واسرتي وكل اطباء بتناقش يعني في فرق شاسع بعد دراستك للجرد وقبليها. الفرق شاسع ان الاطباء ما بيقوموش. الاطباء ما بيقوموش ما عندوش وقت. يقولون بس عمل عيادات عمليات بياخد علمه بالتلقي كده الاستاذ عن النظر منه النظر منه عارف المهم كده بالبراكتس بالعملي بالتلقي. طبعا ما نقدرش ننكر ان البراكتس حاجه رهيبه يعني ما نقدرش ننكر البراكتس حاجه رهيبه. يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بتقوي الطبيب قوي عن الصيدلي انه بيشوف الحاله. انا في حاله جات لي مثلا عنده سي او بي دي او عنده مش عارف ايه انا اديته كذا جاي بعدها باسبوع شفت عمل ايه فيه. دي حاجه رهيبه حاجه بتدي قوه بتديله قوه كده وبتديله يعني خبره رهيبه. احنا بنقدر نصف المشكله مش عارفين ايه طبعا. ولذلك من ضمن الكلينيكال فارماسي من ضمن الايتمز بتاعتها ما اعتقدش ان انا اقدر اقول كل حاجه يعني بس من ضمن الايتمز بتاعتها الفولو اب بالليل. الفولو اب ده كيمي انك تعمل فولو مع العيان تعرف الحاجه اللي بياخدها بالجرعه اللي بياخدها بالادويه بالكومباينيشن ولا سنجل ولا ايه في الاخر عملت اوت كام عامل ازاي او ريزلت عامل ازاي. دي حاجه رهيبه. طب اقول لكم على حاجه بالنسبه للبراكتس يعني تأيد اللي انا بقوله يعني ربما بنسبه مش كبيره يعني ممكن تحصل ربما من الحياه العمليه البراكتسنج للطب والتجاره يعني تلاقي حاجه ممكن تتعارض مع كلام كله. انا بقول نسبه ضئيله عشان ما ده برضه بيخلي الناس لا انا سمعت الكتب انا بالحياه العمليه لا ولا برضه الثاني يقول لك انا قاري جايد لاينز لا برضه يعني كل واحد يحترم الثاني. بتاع البراكتس ما يقولش دي اهم حاجه البراكتس بتاع الجايد لاينز ما يقولش ده حاجه اهم حاجه نظري يعني الاثنين بيكملوا بعض وان كان الجايد لاينز النظريه هي اهم لان دي بتبقى جايه لنا من بره نتيجه ابحاث ونتيجه براكتسنج بره نتيجه حاجات عمليه عملوها بره. لا بس قصدي اقول عليه ايه؟ يعني ممكن يكون حاجه في الكتب في الحياه العمليه تجيب العكس. هل احنا بقى نتجاهل الحياه العمليه؟ لا. يعني النتيجه العمليه اللي جات لك من البراكتس دي شوت دي كونسيدر لازم نفهمها لازم نحطها في اعتبارنا. يعني على سبيل المثال الاف دي ايه
تحط طالب البلغم مع مهدئ للسعال في المكون واحد في علبه دواء واحده، ده طالب وده هيهدي، يبقى الاند ريزلت نيوترال، يعني الاند ريزلت زيرو كده. ده نظري. طب عملي احسن دواء في مصر للكحه ايه؟ التكسير ده ايه؟ انت واخدين اللي قلته ده. التكسير ده احسن دواء للكحه، ده المسموعين معلقه ده والبروكوفين، الاثنين دول ده عكس اجينست الاف دي اي قايل عليه تماما. فانا قصدي اقول ان البراكتس كويس كل حاجه، ولكن هم ما عندهمش، بقى نرجع تاني للقصه بتاعتنا، ما عندهمش وقت للاجتهاد. حته البراكتس بتديهم ثقه شويه، حته هم بيتعلموا بالتلقي من اساتذتهم اللي اكبر منهم ومن الحياه العمليه، ما عندهمش وقت بقى ان هم يقروا كده. فدي مخليه فعلا لما تيجي تتكلم حتى في اهل التخصص بتوع الطب في تخصصهم، وانت دارس البورد مثلا هايبرتنشن مثلا او هارت فيلير، هتدرس البورد بالتفصيل رائع. تيجي تكلمهم بقى كده وتقول لهم 1 2 3 ده ستاندرد وده اد اون، ده بيقلل المورتاليتي، ده بيقللهاش، ده مش عارف ايه. دول مش مجمعين. انتوا متخيلين يعني احنا على فكره يعني احنا نفسنا ان احنا نوصل للدرجه دي، احنا مش عايزين حد يبقى هو حاجه. احنا عايزين نوصل لدرجه التساوي عشان يبقى النقاش مثمر وكويس يعني. بس بقول لكم في اللي بيحصل فعلا على ارض الواقع كده، ان انت بعد ما بتدرس الدور بشكل جيد وبتذاكر كويس قوي قوي، بتلاقي كتير جدا من الاطباء مش مجمعين معاك. في ناس طبعا اعرفها طبعا وعندي كتير قوي مش مجمعين، وكتير قوي بقى من الصيادله اللي مهتمين بالبورد وبالمعلومات دول بقوا يعني حاجه تفرق. الحقيقه بتبقى ايه صيادله والله حاجه فخر للمهنه، يبقى عنده المعلومات دي كلها. وعلى فكره كتر القرايه وحل الكيسز والعلم يكون عندك سنس، حس فيها. مثلا واحد عنده كذا خد كذا، حتى لو ما قريتهاش تلاقي كده في سنس عندك كده، مش مرتاح انا دلوقتي، تدور تلاقيها فعلا مش صح، او تقول انا مرتاح تدور تلاقيها فعلا كويسه. يعني كتر القرايه والعلم بتكون عندك حاجه اسمها سنس. فاهمين قصدي ازاي؟ فبقى في صيادله دلوقتي فعلا حاجه رائعه. من كتر القرايه، من كتر الكيس، دروس على كيس، كتب، مراجع، فورم، كل الحاجات دي بجد خلت يعني دلوقتي بقى عدد كبير قوي قوي من الصيادله يعني ذو قيمه وقامه علميه رهيبه طبعا. فان شاء الله نتمنى برضه ان انتوا ايه تحطوا الموضوع ده في دماغكم، موضوع البورد يعني اذا كان سابق الاوان. بس الدكتور رمضان كنت معاه دلوقتي كان بيقول ان هو هيعمل حاجه كده ان شاء الله عندكم في الكليه، قلب الكليه نفسها، حاجه تاهيل البورد الامريكي ان شاء الله يعني على طول تعمل يعني. فدي حاجه رائعه بصراحه، يعني حاجه جميله جدا. كمان بقى عشان برضه اخش بس على اخر حاجه اللي هي مكونات الامريكان بورد يعني. انت دلوقتي انا عارف ان انا هستفيد حاجات كده، انا هستفيد حاجتين اهو. هستفيد مكانه علميه ومجتمعيه وعمليه، يعني هبقى ليا مثلا مكان همر على فكره الصيدلي الكلينيكي بيمر على المرضى في السراير بيت دولة يقول لك كده في مستشفى 57 وكده زي مثلا الصيدلي مثلا بيمر مثلا مع الاطباء ومع الناس، لدرجه ان هم من كتر ما لقوا ان الصيدلي وجوده المباشر مع المريض حاجه هايله، بقوا يعلقوا ورقه كده على الحيطان بتاعت المستشفى يقول لك ممنوع مرور الفريق الطبي على المريض بدون الصيدلي. الكلام ده حقيقي على فكره، على اساس ان الصيدلي قدرته الدوائيه اكشن وفي الدوز كل الحاجات دي كلها بتفيد الفريق الطبي فايده كبيره جدا جدا، لو بتفيده حاجه جدا. موضوع مرور جدا. انت دلوقتي بتتكلم بقى النهايه بقى موضوع الكلينيكال ده ان انت بترتقي يعني بالمهنه مهنيا وعلميا. هتبقى في المستشفى مثلا
مثلا بتوع اللي هم الصيادله الكلينيكيين يعني بياخدوا عهده. انت لو صيدلي كلينيكي مش هتشتري عهده. هتشيل الموضوع ده من هنا. ليه؟ هتبقى متفرغ بقى للدور العلمي الموجود فيه. هيبقى ليك الحق انك تعمل انترفنشن. تعمل انترفنشن يعني ايه؟ يعني لو في روتيتا او حاجه مكتوبه فيها حاجه غلط، لا لازم تتدخل. الانترفنشن يعني عارفين مثلا في مستشفى 57 من ضمن الحاجات اللي بيستخدموا بيها الصيادله الكلينيكيين وهم عاملين شغل عالي جدا ما شاء الله يعني. يقول لك مثلا احنا سنه 2015 مثلا عملنا مش عارف 1500 انترفنشن، منهم 1490 كان فعلا حصل زي ما الصيدلي قال، وال10 بقيتها هم دول طلع الصيدلي الخاص. فده الحاجات اللي هي ايه؟ يعني بيستفاد بيها هو ده دور الصيدلي بيعمل انترفنشن. في دراج انتراكشن، في انيرجي، في اي حاجه بيتدخل عشان خاطر قلنا في الاخر احنا كلنا عشان خاطر ايه؟ مصلحه المريض. ولا انا عايز حاجه شخصيه مد شخصي ولا الطبيب يبقى متزمت في حاجه شخصيه، لا احنا في الاخر عايزين الصيدلي يجتهد في مجال الدواء فن المداواه، وعايزين الطبيب يجتهد في مجال التشخيص ومعرفه المرض عشان في الاخر نقدم احسن خدمه للمريض. ده بالنسبه لايه؟ المهني. الإخفاء المادي بقى برضه ما ينفعش الإخفاء المادي. ساعات ناس كده تيجي تعمل البورد ده ينفعني ماديا. هستفيد اشتغل فيه ده. فبرضه عشان الناس اللي هي يعني ده حق مشروع بس يكون يعني انا بعتبره حاجه يعني ايه؟ مش شيء متقدم. متقدم ان انت تتعلم تحقق ذاتك عشان تفيد المرضى، عشان تعمل حاجه كويسه للمرضى. ثم بعد كده تساعدك يعني خلي عندك يقين ان تعرف الموضوع. يعني جايه ان شاء الله جايه موضوع المجهود ما بيروحش ده مفيش عمرنا ما شفناه على فكره. ربنا سبحانه وتعالى عادي وكريم فعمر مجهودك هيضيع. والبرد مجهود ومشقه بس مشقه جميله. ان انت بتتعب بس بتلاقي معلومات قيمه تلاقيها بقى في حياتك، تلاقي مثلا حد بيشوف فيك، حد بيقول لك حاجه، يعني تلاقي الحاجات دي على طول بتطبقها. كدكتور انت كدكتور كل الناس بتدرس عشان تستفيد في حاجات. فبالنسبه للمكانه الماديه الكلينيكال فارماسي لو انت سافرت اي دوله عربيه بتايب كلينيكال فارماسي انت بتاخد ضعف لثلاث اضعاف من ضعفين لثلاث اضعاف الصيدلي العادي. دي حقيقه. لو الصيدلي العادي سافر على 4000 ريال مثلا سعودي، الصيدلي الكلينيكي ممكن يسافر على 12. فالمكانه الماديه كمان موجوده. وكلهم يعني نفسهم يتحطوا تحت تايب كلينيكال فارماسيست عشان خاطر موضوع الحاجه الماديه الفضل المادي يعني. فدي كمان ان شاء الله موجوده. بس برضه نصيحه عشان خاطر تبقوا عارفين عشان تطلعوا على التايب الكلينيكال فارماسيست مطلوب منك سيرتيفيكت في البورد او في الفارم دي او كده. مطلوب منك انك تكون عندك خبره في احدى الحاجتين دول. لو معاك تقدر ان شاء الله انك تتابع على كمان المادي اعلى منه. انا بس حابب ان انا اقول المكونات الامريكان بورد عشان خاطر ان شاء الله حتى الدكتوره رمضان لما وعدنا ان ممكن نعمل عايز اطلع بس عايز اسمع برضه يعني مش هيرجع الامريكان بورد. الكلام ده يعني البورد الامريكي ده على فكره مش يعني مش بعيد قريب. عايز اقول لكم احنا ساعه ما اتخرجنا سنه 2000 كنا نحاول ندور كده على حاجه ليها علاقه بالصيدله نستفيد منها في الامراض وفي الدواء يعني. كنا بنلاقي انا عن نفسي كنت مع احترامنا لكل الكليات كنت بجيب كتب من كليات مختلفه بس ما كانش فيها ديب انفورميشن اللي انا عايزها. كنت بضطر ان انا اجيب كتب من كتب وذاكرها عشان خاطر انا كنت بحب العلم. عايز انا صيدلي فانا فن المداواه، انا عشان افنان في المداواه والمعالجه لازم عايز كل حاجه عن المرض.
ولا ينفع ان انا اعمل انترفنشن مع الطبيب واقول له انت ده ما ينفعش، ده لونج تيرم كنترول، وده كويك ريليف، وده مش عارف ايه، الا اذا كنت انا بروفيشنال في المرض. مش كده؟ فالقصه ان احنا بقى كنا بنتكرر في مجال حاجه. كنا بنضطر نجيب كتب المكان. فضل من ربنا سبحانه وتعالى وكرم ان بقى في حاجه اسمها البورد، وبقى في تخصصات كتيره جدا، في نيوتريشن، في فارماكوثيرابي، في اونكولوجي، في كمان سب سبيشاليتي، في انفكشن كنترول، في حاجات كتيره جدا جدا ما شاء الله، حاجه يعني ما كناش نحلم بيها. ان انت تبقى في مجال وتبقى يعني الواحد لما كان بيجيب كتاب طب كده ويقرا فيه ويتعلم كان بيبقى مشرح كده. يعني كليتي مش مدياني الفرصه ان انا احصل على العلم اللي انا عايزه يعني. لما تبقى حاجه بقى تبع صيدله بتجيب بقى الكل دي انفورميشن الرهيبه اللي انت بتتكلم. بقى عندنا الدور تخصص كده، بقى عندنا الفارم دي، بقى عندنا الزماله على فكره، الزماله المصريه بقت فيها في الكلينيكال فارماسيولوجي، وبقى فيها في الانفكشن كنترول، وبيتكلموا ان هم يدخلوا النيوتريشن فيه. الحاجات دي كده بتوصل. بقى عندنا اصلا كلينيكال بفضل الله تعالى موجود هنا في الجامعه في الصيدله. دي حاجه رائعه برضه كده. لما نيجي نحضر، انا حضرت الماجستير بتاعت الصيدله. كنت بخطط في كلينيكال واخدنا برنامج ما شاء الله. يعني هو الشهاده نفسها. لو يجيب اللي هو يجيب شهاده في الاخر بكالوريوس في الصيدله. فالكلام ده مش موجود. يعني مثلا كنا باخد ماجستير صيدليات، بعدين لما جيت احضر الدكتوراه كان قسم كلينيكال فتح. فرحت في قسم الكلينيكال وعدلت الماجستير بتاعي. عدل الكلينيكال وخدت الماجستير بتاع الكلينيكال. اصبحت التمهيدي مع رساله فتعدل الماجستير. ودخلت بقى على الدكتوراه في قسم الكلينيكال في القاهره. ما كانش فيه الكلام ده كله، الحمد لله بقى الكلام ده موجود بفضل الله تعالى. ويعني في كمان مراجع كتير والابلايد سبابيلتي وحاجات جميله جدا ان شاء الله ممكن نبقى نزلها في الكتب ترجعوا لها في العلم يعني. فالبورد لما ظهر مش من كتير، يعني اعتقد كده من 6 7 سنين كتير قوي. يعني مثلا ساعه ما انا خدته سنه 2012 اعتقد ان كان في مصر كلها بورد البرايس 50 او 70 المدارس اللي جايه حتى النجاح يعني النجاح في 11 في مصر كان 12% في الجزء 2012 اللي انا دخلت فيها كانت 24%. بعد كده احنا داخلين في 50% بقى في تفاوض قربنا من نسبة النجاح العالمية، دي حاجة جميلة جدا. بدأنا في 12% أنا انتهت على نجاح 12%. السنة بعدها 24 دلوقتي ما شاء الله عندنا 50%. فبالنسبة للبورد السنة احنا بنتكلم بقى عن البورد في ثلاثة انستتيوشنز بنعقلهم عشان نتكلم بطريقة علمية. في الاي سي بي الامريكان كوليج اوف كلينيكال فارماسي، دي اللي بتحط المنهج. الاي سي بي الامريكان كوليج اوف كلينيكال فارماسي دي مؤسسة كده امريكية زي اللي هي خاصة كده، هي بتحط المناهج بتاعت البورد في النيوتريشن، في الاونكولوجي، في الفارماكوثيرابي، في البيدياتريك، في الكريتيكال كير كده، كل الحاجات اللي بتحط بالسهل موجودة في البورد. طبعا احنا قلنا اكثر يعني الشهرة هو البورد في الفارماكوثيرابي اللي مجازا بنقول عليه بورد كلينيكال. الثاني انستتيوشن اللي هي البي دي اس، يقول لك البي دي اس بورد فارماسي، دي المؤسسه اللي بتحط الامتحانات وتمنح الشهاده. دي مؤسسه هذا منها اللي بتحط الامتحان هي مدياك اوت لاين منهج يقول لك كذا 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 توبك المنهج بتاعنا كذا كذا كذا. طبعا اكثر كتاب او اكثر كتب بتفت المنهج ده هي الكتب بتاعه الاي سي بي، بس دي كلهم في مؤسسه البورد على فكره بي اس، يعني بوصل معاهم دايما يعني يقول لهم يعني الاي سي بي
هو لا ماشي كويس بس مش ده الاساس يعني يعني هم ايه بيتملصوا يعني عمليه خير يعني. انما هو يعني اساسي في المذاكره احنا كلنا خدنا البورد وبندرسه على الاس سي دي، المنهج بتاع الاس سي دي خلاص. هي بتدينا مثلا قول 70% من المنهج المطلوب من فعلا مش 100% فعلا، بس انا بدينا 70% والنجاح من 65، فلازم نبقى داخلين يعني صميم المنهج. ده بالنسبه للاس سي. الدي بي اس احنا قلنا دي مؤسسه الانستتيوشن اللي بتدي تتعاطى مع الامتحانات وتمنح الايه السيرتيفيكت. في انستتيوشن ثالثه لسه جايه قريب اللي هي السي دبليو دبليو اللي هي كاسل وورلد وايد. دي المؤسسه اللي ايه بقى خاصه بايه؟ بالاماكن. ده بره كده مش زينا كله كده لوكش على بعض، لا ده مكان خاص بالمنهج، ده مكان خاص بالشهاده، ده مكان خاص بتحديد الاماكن والتنسيق مع الطالب وهتروح مكان فين، انت منين هتروح اقرب مكان ليك كذا. فاهمين قصدي ازاي؟ دول الثلاثه انستتيوشنز هم دول يعني اذا هتدرس بورد لازم تبقى عارف الثلاثه دول. الاي سي بي بندرس المنهج بتاعنا. البي بي اس لما نيجي نحجز ونبدا نخش نسجل عليها. الكابتن وورلد وايد بقى هي اللي بتقول لنا المكان اللي احنا هنسجل فيه. خلاص؟ احنا عندنا في البورد في الفورمات الصغري وده من التخصص اللي انا مقدرش اتكلم في يعني عباره عن 22 شهر. احنا هنتكلم بالظبط في ال10 دقايق اللي باقيين لنا ان شاء الله كل شابتر بيتكون من ايه وخلاص، عشان بس تبقوا عارفين لو حبيتوا ان انتوا تاخدوا البورد يعني تبقوا عارفين هتدرسوا ايه. هتلاقي مثلا امبيلاتوري حاجه زي الازمه، الرب والسي او بي دي اللي هو كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز، والانتي كواجولانت والجوت اللي هو النقرس، والادلت ايميونايزيشن التقسيمات بتاعت الادلت. ده بالنسبه لايه؟ للامبيلاتوري. ثاني حاجه البيدياتريك. بندرس في البيدياتريك المينينجايتس هذه بندرس الفايت ميديا هذه الاذن الوسطى. بندرس البرايمري فاكسينيشن ودي اروع بقى الحاجات اللي ممكن تاخدوها من شخص الرجال. التطعيمات. لان في بقى كلام ولا مش عارف ايه شوف ما ينفعش ياخد اسوء ايه مضاد حيوي ما ينفعش ياخد الكلام ده كله. هنعرف ايه الحاجات الصح في التطعيمات وايه الحاجات الغلط. ايه هي التطعيمات البرايمري بيسموها كده البرايمري فاكسينيشن اللي هي التطعيمات الرئيسيه اللي هو يقول لك الخماسي والثلاثي حاجه قريبه جدا في الشابتر. ثم اخر حاجه في الشابتر الاي دي اتش دي اللي هو الاتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر اللي هو المرض فرط الحركه عند الاطفال. بقى مفروض شويه من دول الطفل يبقى عنده فرط الحركه وقله التركيز. الجينياتريكس انا قريتكم بتبتسموا وانتوا بتضحكوا ليه؟ بس عشان اقول لكم الشباب من القلب يعني. اي نعم جينياتريكس يعني معناها الالدر بيشنت. الالدر يعني 65 سنه وطالع. 65 سنه وطالع دي ده ليهم ظروف خاصه. يعني زي اي جهاز مثلا عندك جهاز كمبيوتر او ثلاجه او مش عارف ايه مع الزمن بيتاثر وبيتهد وكده. هو كده احنا كلنا احنا اجهزه كده بالظبط. مع الوقت مثلا بتلاقي في امراض بتحصل زي الالزهايمر ديزيز بالنسبه الى العالم اللي اكتشف هذا المرض. ونتكلم في الحاجات دي هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله في الكورس نفسه. خلاص وقت يلا. لا بقى الالزهايمر ديزيز ده يعني بالنسبه للعالم الالزهايمر ده هو كان ليه يعني كان جراح مخ اطفال كان دكتور كمان نفسيه عصبيه. فلقى الناس اللي هم كان بيجي لهم حاجات بقى اللي هو بينسوا وبيعملوا زي الفيلم بتاع عادل امام كده لما جوش يروحوا بعد ما ماتوا لقى في توصلات وحاجات في مخهم فاكتشف بقى المرض ده فسمي باسمه. اللي هو كان شافهم قبل ما يموتوا وشرحهم بعد ما ماتوا فعرف فتسمى المرض ده. الروماتويد ارثرايتس طبعا الروماتويد يعني حاجات مشهوره جدا ومهمه جدا. مثلا لاينز بقى زي ما قال الكتاب عارف الدنيا ماشيه ازاي واحد فيهم حاجه صعبه مش مجال ان حد يكلمك حاجه انت تبقى مش عارفها او قلقان منها. فالله تاخد الدايت بس حاجه. والاوستيو اللي هي الخصومه واليورينا انكونترنس حاجه رائعه طبعا. مشاكل البلادر عند الكبار
اكتف وفانكشنال، حاجات كتيره قوي انواع الانفنتنس بتاعت الانترميتيشن. والبي دي اس اللي هو الديماند بروسيس هايبرتروفي. انا عايز بس اقول لكم على حاجه مهمه يعني فاكرها في النص كده. according to the aging process يعني السنين احنا كنا في الصيدليه قبل حاجات غريبه ما اعرفش كده حاجات كده في الصيدليه. بقى من الناس دي تبقى فوق 65 75. تدور بقى على المعلومه تلاقي ان فوق سن ناس بعيد كل 10 سنين يزيد السيستوليك بلاد بريشر والباستول يضرب. اذا مع السن هتلاقي السيستوليك بلاد بريشر بيزيد والباستول زي ما هو. بيعمل حاجة في العلم اسمها isolated systolic hypertension. isolated systolic hypertension. وهناخد في شابتر الكارديو ان حته ان احنا بنعتمد في تشخيص الهايبرتنشن على ان الدايستول هو المهم والسيستول مش مهم. الكلام ده بقى يصح ان احنا نقوله خلاص. يعني الراجل اللي هو 170 على 80 ده ستيج 2 هايبرتنشن، دي اعلى درجات الهايبرتنشن. لان انت تاخد القياس ستول او الدايستول ايهما وصل لاعلى حاجه تاخدها. خلاص؟ الاندوكراين هناخد الدايابيتس وهناخد الثايرويد. طبعا الدايابيتس ده موال، يعني الدايابيتس ده محاضره 4 ساعات مثلا وما يكفوش كمان. الاورال بقى هايبوجلايكيميك والانسولين ازاي نظبط جرعه الانسولين وازاي نعمل مونيتور للانسولين وازاي نشخص الدايابيتس وازاي حاجات روعه. طبعا موضوع الدايابيتس ده حاجه من الحاجات المهمه قوي قوي حتى بيجي عليها في الامتحان المقارنات. هناخد الثايرويد ديسوردر هايبر وهايبوثايروديزم جريد جديد ومسموح جديد والحاجات دي كلها. هنتكلم عن الادرينال جلاند، الادرينال انسفشنسي، اديسون دي نقطه جدا. يبقى الشخص ده ستيرويد ديبندنت بيعتمد على الكورتيزون على طول، ماشي يعلق تيست يسموها كده حاجه زي ايدنتيفيكيشن كده زي سلسله كده في اخره يقول لك انا راجل عندي اديسون وديبندنت على الكورتيزون. كده حصل له خبر ولا حاجه اي حاجه يبقوا عارفين الفتره ما يحصلوش الزوال ما يحصلوش مشاكل. ازاي؟ بقى الاندوكراين كمان هنتكلم عن البيتيوتري ديسوردر اللي هي الغده المايسترو بتاع المخ. هنتكلم عن الاوبيستي، كلام رائع يعني اللي احنا بنشوفه بيحصل في مصر في موضوع علاج السمنه ده لطيف. لما تلاقي واحد يقول لك في 3 أسابيع ولا شهر انا نزلت 20 كيلو، ده كلام فاضي. ده كلام فاضي يعني يقول لك اكوردنج الاحدث جايد لاين يقول لك افضل حاجه في الاوبيستي. انا بحاول يعني مع كل شهر اديك معلومه. افضل حاجه في الاوبيستي ان انت تقلل 10% من الوزن اوفر 6 مانث. اوفر 6 مانث يعني ايه؟ تعالوا كده نحسبها. واحد وزنه 100 كيلو، 10% من الوزن يعني كام كيلو؟ 10 كيلو. هتقللهم في كام؟ يعني الشهر كام؟ كيلو ونص، يعني اسبوع تلت كيلو. اكتر من كده يبقى مش صح. وهو كمان الهدف يعني لو انت مثلا تقرا او تتابع الحاجات دي واي واحد من اللي قليل وزنهم قوي مره واحده يشوفوا بعد شويه ايه اللي هيحصل. العلم فاهم هدف ان انا اللايف ستايل بتاعي لما انا اقل في الاسبوع والحصل على بعدين انت لسه واحد ولا جيت؟ ما لسه هنشوفك بعد 2 3 كده. فانت مثلا
الهدف اللايف ستايل موديفيكيشن، مش الهدف ان انا لا حاجه نفسي لا، ان انا ماشي خلاص قللت بالتدريج 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 لحد ما اتعودت على كده، يبقى حياتي بقت كده اصلا. فده الهدف، مش الهدف ان انا احنا بعد كده سيبه الراجل ده السيب الجامد ده ممكن يرجع اكتر من الاول، صح ولا صح؟ ده بالنسبه للاندوسلايد. البوليسيستيك اوفر سندروم طبعا اللي هي تكيس الموبايل. البوليسيستيك اوفر سندروم اذا اختصرناه كده في علاج حاجه كده واحده نقول ميتفورمين. البوليسيستيك اوفر سندروم اللي هو تكيس الموبايل بينتج عنه احيانا في الاول انترفيت، هو بيمثل تقريبا 80% من الانترفيت عن السيدات. ده الميتفورمين دوز الثالث، ده افضل العلاج الكافي. زي مثلا الكارديولوجي وانا ادوات الكارديولوجي، خد عندك بقى شابترين بس يتفكوا باربع شباتر كمان، كانوا قبل كده 3 وبقوا 2. هايبرتنشن، كورونا ارتر ديزيز، هارت فيلير، اكيوت كورونا سندروم، اريثميا، ديسبيديميا، كورونا ارتريال هايبرتنشن، حاجات فعلا. وبعدين بتاخد بقى يعني معلومات عميقه جدا، مش كده حاجه صغيره، معلومات عميقه قوي في العلاج والفايبرينوليتيك والكام ساعه والبي سي اي والبيركوتينوس انترفنشن والقسطره ونعمل ايه، حاجه كده رائعه. هايبرتنشن مثلا بيروح جايب لك الجوريثم دي يعني ستيب باي ستيب، اللي هو الرسمه دي لازم لو بص يبقى كذا، لو نجد كذا يبقى في كذا، لو خدت كذا كده، ده اسمه الجوريثم. زي ما هو بارتيشن معمول في الجوريثم، اثنين الجوريثم كده تعرفهم. اي حد لو قابلك بقى عنده بارتيشن تقدر تقيم اذا كان ماشي على حاجه مظبوطه ولا لا. 5 دقايق. فبجد حاجه هايله جدا، تطبيق رائع. الميت اندومين هيلث طبعا طول عمرنا بنسمع حملات اسال استشير، وقد ايه الصيدلي منوط بيه ان هو يتعامل مع الكلين والكونتراسيبتيفز والهرمونات وموانع الحمل، الحاجات دي كلها فعلا شطر اكثر من رائع في الشكل على مرتين من الهرمونات. بنتكلم فيه عن البوست والهرمونات وعلاجها والهرمونات الثيرابي والكونتراسيبتيفز وغيرها كمان، والدراج يوز ديورنج بريجنسي واللاكتيشن والانفيرتيليتي والميديكال ديسوردر والسيكشوال ترانسميشن ديزيز، حاجات مشهوره. وكمان بس جديد الفكر اللي انا عايز اقول لكم على حاجه يمكن كتير منكم ما يعرفهاش. احنا طول عمرنا ماشيين على البريجنسي الدراج يوز ديورنج بريجنسي، ازاي؟ بنتبع ايه؟ يعني سواء عشان يتاخد الست الحامل، ايه المرجع بتاعنا؟ المرجع ايه؟ ده الكلام ده بقى اللي هو متخصص في ايه؟ المفروض ايه العلم اللي احنا بنتابعه؟ الاف دي اي بريجنسي كاتيجوري A B C D X. انتوا شكلكم لسه صغيرين، نظامكم لسه اولى او ثانيه؟ ما شاء الله. انا على فكره حريص ان انا كل كلامي يبقى بالعربي عشان كده. دي حاجه احنا اتربينا عليها، يعني ساعه ما دخلنا الكليه كده عارفين بعد اعدادي يعني عارفين ان الكاتيجوري بتاعت البريجنسي ايه امن جدا، بي اقل، سي اقل، دي خطر، اكس absolutely contraindicated in the pregnant woman. مثال للاكس الايزوستيرون بتاع حد الشباب، مثال للاكس الاستروجين هرمون، مثال للاكس الورفارين، مثال للاكس الثاليدومايد اللي عمل الديزاستر اللي هي الكارثه المعروفه في المانيا. الثاليدومايد لما كانت حوالي بياخدوها طبعا كل هنجابوا اطفال من غير ايدين ورجلين، فده يعني كاتيجوري اكس ثاليدومايد، حاجه رهيبه. فاحنا طول عمرنا ماشيين على كده. عايز اقول لكم بقى ان 2016 الثاليدومايد لسه ما نزلش، هيتغير موضوع الكاتيجوري، هنتعامل مع دي ودي تاني خالص. لازم قبل ما تعرفوها لا بتعالجوها مصلحه، بس يعني عيشوا معايا كده قد ايه حاجه خطيره جدا استخدام ادويه اثناء الحمل، حاجه رهيبه. وقد ايه بقى لنا عشرات السنين بنتبع الاف دي اي كاتيجوري بتاعت البريجنسي مره واحده.
سريعا، انا في كلمه او حرف يقول لك ايه كويس دي إيه؟ لا العمليه اعمق من كده. احنا عايزين نعملها بشكل ناريتيف. الناريتيف ده اللي هو ايه؟ قصصي او روائي. نقعد نجيب الدواء كده ونقعد نكتب عليه ايه؟ معلومات، ويخش مش عارف بلاسيبا ويعمل كذا، والدراسات اثبتت انه بيعمل كذا، والدراسات عملت كذا، وهنا بيعمل كذا وما بيعملش كذا، عشان يبقى العمليه اعمق شويه من مجرد حرف. تخيل مثلا لو احنا بنتابع الابديت وكده، تخيل واحد بعد 3 سنين دلوقتي لسه ما كانش قرا ولا حاجه، يعني بعد 3 سنين يتكلم على الكاتيجوري دي ولا سي ولا دي ولا دي حاجه. يعني عشان كده برضه بنقول موضوع الجهد ده مش شهاده، انت شلت امانه قايمه على كل سنه المفروض تشوف الابديت عامل ازاي وتاكد على اللي انت عارفه. انت ما تخش نفس السيرفيس ونروح ننام ونعلقها ونقول احنا الحمد لله بقينا بورد فايل. هو العلم ده مثلا ممكن يكون بعض الشباب، والله بعض الشباب في البورد انا شرحتها اكثر من 70 مره او 60 مره، ممكن اقعد شهرين ولا 3 ما اشرحهمش. انا اشرحهم من غير ما احفظ، ولكم شرحته اكثر من 50 60 مره ولازم احفظها برضه. العلم بيتنسي، فلا بد ان انا ايه دايما براجع. فده طيب. بالنسبه للفلويد ده بقى من اروع الحاجات. يعني كبرامج الصيدليه يقول لك ايه الصلايد، نورمال صلايد، مش ملح ولا جلوكوز ولا جلوكوز ملح ولا رينجر. طب ايه الفرق بين الرينجر والاكتيف رينجر؟ طب ايه الفرق بين الجلوكوز والصلايد؟ طب امتى احط الجلوكوز وامتى ادي صلايد؟ متوقعات يا جماعه؟ دي حاجات يعني رائعه. بالاضافه بقى كمان للانترا نيوتريشن، التغذيه عن طريق الانبوب التغذيه الرايل على رايل، او البارنترال نيوتريشن التغذيه عن طريق القسطره والديه. التغذيه الوالديه اللي هي بتدخل الاكل على طول على الوريد، بس طبعا الاكل بيكون معمول بشكل معين ستيرالايز بشكل مش في الدم عادي. ده بقى اللي هو عنده مثلا انسان اكستراكشن عقله مسدوده او شايل المستقيم او عنده حاجه، او ممكن مرحله مؤقته على ما يرجع تاني للانترا نيوتريشن اللي هو التغذيه عن طريق الانبوبه التغذيه. فالقصه يعني انا بس يعني كنت عايز اقول لكم معلومه، بلاش شكله يعني بعدين خلينا بقى الانفكشن دي طبعا هو شويه للامانه برضه الكلام ده شويه في مكان يقول لك النيمونيا كوميونيتي اكوارد نيمونيا. طيب هوسبيتالايز ولا هوسبيتالايز ياخد اريثرومايسين او دوكسايكلين، لو مش عارف هوسبيتالايز ياخد كذا او كذا. طب هو هوسبيتال اكوارد، طب لو اقل من 5 ايام ياخد كذا او كذا او كذا، لو بعد 5 ايام طب لو محطوط على انبوبه حنجريه ياخد كذا او كذا، لو مش محطوط ياخد كذا، لو عنده لسه ياخد كذا، لو عنده لسه. فيعني هي طبعا متكامله لما نعرفها كده برضه الصفه والصفه. فالفكره دي حاجه جميله برضه، يعني فيها مقدمه جميله عن الامراض وعن الانتيبيوتكس. يعني ايه ميرسا؟ يعني ايه ميرسا يا جماعه؟ ضروري طبعا هو قاعد هيضربني دلوقتي، ضروري الميرسا الاول. ايه ده؟ ده الفكره دي برضه. HIV يعني ايه HIV يا جماعه؟ ايه؟ في فرق بين HIV ايه؟ برافو عليك. HIV اسم فيروس، هيومن اميون ديفيشنسي فيروس. اما الايدز اكوارد اميون ديفيشنسي سندروم. السندروم دي يعني مجموعه من الاعراض متلازمه مع مرض معين، فده سندروم. يعني ممكن واحد عنده HIV وما عندوش ايدز، لسه ما جاتلوش الاعراض المتطوره من اوبورتونستيك انفكشن، من مثلا توكسوبلازما، من بعض الكانسرز، من بعض الفانجل انفكشن، فيروس انفكشن، سايتوميجالوباثي. فاهمين قصدي ازاي؟ فهو ممكن يبقى HIV وما جالوش ايدز. فدي برضه عشان يبقى حاجه عارفينها. هو كان في الاساس اسمه HIV، كان اسمه السيمي اميون ديفيشنسي فيروس، اللي هو مرض اللي هو نقص المناعه المنتشره عند الكرة. ثم لما نقل بقى الهيومن بقى اسمه HIV. النفرولوجي من
ثم بعد كده كرم ربنا بقى ملوش اول من اخر. فالعلم طبعا الدروس بقى يعني انا لو فات شويه هيكون لان الدروس دي فيها معلومات كلها معلومات قيمه، فمش هقدر ان انا اتكلم اكيوت وكرونيك. دايما الاكيوت يعني حاجه بسيطه وتعدي، لو عدينا 6 شهور او 3 شهور تبقى كرونيك يعني الريفرسال يعني بترجع تاني. والفيروس اللي هو الغسيل كده ده ليه برضه حاجات كده. النيو من ضمن الشباب الرائعه برضه بيتكلم عن الكليكسي اللي هو الصرع، بيتكلم عن الفرق الجديد، بيتكلم عن السلوك. يعني ايه سلوك يا جماعه؟ يعني ايه سلوك؟ انا بتكلم عن البرمجه دلوقتي، بتكلم عن حاجه طبيه. سلوك حد هنا سنه ثالثه او رابعه او ثانيه؟ ثالثه في ثالثه؟ انت بس ماشي بالظبط كله عليك انا كله مش عارف يعني ايه سلوك يا جماعه؟ صوت الحمام طبعا يعني عادي يعني سلوك في اول الناس يقول لك سلوك يعني غلط. لا سلوك يعني سكتة دماغية. maybe سكيل سلوك غلطة، بس maybe تكون هيموريجيك سلوك. يعني عارفين انتوا لما واحد ربنا يعافينا لما كان في السن الكبير مره واحده يحصل حاجه او حاجه نفسيه او طبعا وحشه كده، وفي مره واحده بقه اتعور وايديه مش عارف يتحرك ورجليه كده، هو ده السلوك. ده السلوك. بس هو الناس دايما بتقول ده غلطه. ده الكلام ده يعني مش منضبط علميا، ساينتفكالي مش اي نعم السكيلتال سلوك اللي هي الجلطه بتمثل 88% من الستروك، والهيموريجيك ستروك بتمثل 12% بس. بس تخيل انت مثلا لو اتعاملت معاها يعني مع الحاله دي على انها سكيمت على طول الخط فهي هيموريجيك. عارف سكيمت بندي ايه؟ فايبرينوليتكس، مزيل للجلطات. تخيلوا بقى لو هي هيموريجيك وادينا مزيل للجلطه دي تموت كده. فبرضه حبيت اقول لكم حته عن السلوك. بناخد كمان حاجه الهيدك طبعا والمايجرين والكلاستر. طبعا كلنا عارفين يعني ايه مايجرين هيدك، طبعا نصفي يعني لازم يكون في نص الدماغ، هنعرف ان لازم يكون في بعد كده في مرض السكلروز اللي هو التصلب المتناسب، برضه مرض يعني نادر شويه بس صعب شويه. الجي اي تي بقى هو عضلات الجي اي تي بتتبع على 3 مرات فيها يعني معلومات من هنا للصبح. نتكلم عن الجلد اللي هو ارتجاع المريض، نتكلم عن الجلد الالسر، نتكلم عن الفيروس هيباتايتس، نتكلم عن السيروز والكوميونيكيشن بتاع السيروز، نتكلم عن الالتهابات الدورة الذهني. كل الحاجات دي حاجات يعني فظيعه. والكلام ده عن السوبالدي والهارفرد، طب مين فيهم مش عارف ايه ومين ايه، كل الكلام ده هناخده بالاحدث ده جي اي تي. الأونكولوجي احنا مش أونكولوجي، يعني الفارماكوثيرابي ليس أونكولوجي، احنا الفارماكوثيرابي في تخصص اسمه أونكولوجي. فالفارماكوثيرابي بياخد حاجة كده بتخدم بس عليكم، يعني ايه؟ بيسموها أونكولوجي سبورت كير، يعني علاج الألم عند الناس اللي قدر الله عندهم أورام، علاج النوزيا والفوميتنج اللي بيحصل من الكيموثيرابي، علاج مثلا الأنيميا والنقص الصفائح وكذا كذا اللي بيحصل، يعني مش بناخد مثلا ايه سرطان الثدي، سرطان الرئه، لا ما بناخدش، بس بناخد حاجات جميله جدا تخلينا برضه نبقى فاهمين بيعملوا ايه في الامراض. جنرال سايكاتري بقى دي يعني تحفه، لان كلنا عندنا اكتئاب وكلنا عندنا بايبولر وسكيزوفرينيا
فهنعرف بعد ما ناخد الشابتر ده نعرف نعالج نفسنا يعني. فدي حاجه جميله. طبعا بنتكلم عن الديبريشن لا هرجع نفسنا. طب هات الصوره اللي بعدها. مش شايفينها مين دي يا جماعه؟ ما انت عندك انت مستاهل عندك ديبريشن. لا والله اول حاجه تقع عينيكوا عليها هو ده بنهزر يعني. مش عارفها. شايفينها ايه يا جماعه؟ شابه ولا عجوزه؟ ده كل متفائل اهو. عجوزة شوية. طيب ارجع فالجرس كانت بجد رائعه بس هقول يعني شيزوفرينيا ناس كتير بتبدا شيزوفرينيا او عادي كده بس هو ناس كتير عمل عليها افلام غلط حته ان هو الصبح يبقى مذكور بعد الظهر يبقى متسول ولا مجرم ولا حرامي ولا الصبح يبقى مش عارف يبقى كتاب ايه الكلام ده مش الكتاب المصريه حاجه اسمها كده حاجه اسمها كده ده شيزوفرينيا صعب. لا الشيزوفرينيا مرض بيسموه ثوت ديسوردر مرض دماغ هو مرض شاذ جدا بس بيبقى ايه المصاحب دي اكتر حاجه هلاوي واوهام العيان بيسمع حد يكلمه بيحس ان حد بيراقبه بيبقى عنده وهم ان هو مثلا كان شغال مثلا في الاف بي اي او في الشرطه او في مصر مثلا وطلع معلومات سريه فالمفروض ان هو بيطلعوا عشان يقتلوه او ان هو من الصعيد وقتل واحد مش عارف ايه الاسره الثانيه جايه عشان تاخد الطار منه او مش عارف ايه ولذلك اكثر الناس نموذج للناس اللي عندها شيزوفرينيا اللي هم بيختلفوا من الشوارع والطرق اللي هم فيهم لحيه ورص الثياب وشويه على عامل كده ونام في الشوارع دي شيزوفرينيا. ايه دي؟ ده وهم ده اسمه ايه؟ ديليوجن. الديليوجن ده في معظم الاحيان بيخليه فظيع في الشيزوفرينيا بيبقى فيكس ديليوجن. تجيب له البطاقه يا عم انت صيدلي عمرك ما اشتغلت في الشرطه ولا عمرك رحت الشرطه فيكس ديليوجن. لدرجه ان احيانا لدرجه احيانا الشخص عارف هو بيسمع نص الاصوات بيتخيل المذيعه شد ضراوه من المرض اول ما بدا يكتشف ان في حد يعني زمان كان يعني دايما يعني بيقولوا على المرض النفسي ده لعنه ده واحد عمل ذنب ده مش عارف علامه السماء كده يعني كانوا بيقولوا لحد دلوقتي ناس كتير ما عندهاش اقتناع بالمرض النفسي وده اللي بيخليه مشكله. اول بقى من اوائل الناس اللي بدأ يعني يعملوا كاركترايزيشن ويهتموا بالمرض النفسي كان ابو الطب اللي هو هيبوكريت ابو الطب المعروف الاول سماه ميلان كوليا. فاحنا جبناها بقى مناكوليا كوليا لا مناكوليا ميلان كوليا ده يعني بلاك بايت ميلان ده اسود كوليا يعني افرازات الفيروس ده اللي هي المرض. كان بيعتقد الادوار الطب ده ان مرض الديبريشن ده نتيجه عله في اللي هو بتاع ده المرض يعني اصبح الافراز بتاعها اسود فسماها ميلانكوليا. احنا بقى خدنا لفظه ميلانكوليا فليها اصل ودايما ما بنشرح بقى في الكورس هنقول لك الحاجات دايما اي كلمه في حاجه ثانيه اصول ما تبقاش جايه من الوهم كده خلاص. فده بالنسبه لي فتلاقي بقى الشيزوفرينيا اللي هو تحس ان هو
بتاعت الزوج بيتكلموا بيقرا افكاره بيحس ان حد بيطابق ليه بقى بيقرا انا مره كنت قاعد في طريق مصر السعوديه طلع عند ايوب مستني عربيه فيه كنت رايح تقريبا في فرد المنصوره كان عندي الخبر ده انا قاعد مستني لقيت واحد من اياهم اللي هم انا يشوفوني وين يعني هو رابط الثياب والرقم وبتاع وماسك كام حجاره كده صغيره لازم يقول الشقه وانا واحد عن البنزينه بتاعت اللي فكره بيمشي على الطريق ده انت عارف فانا قاعد لقيته زي كده طب انا اعمل ايه دلوقتي؟ هو يعني هو شكله رفيع وضعيف يعني اكيد مش شايفيني قوي يعني ان هو لو دخلت فيها طياره بالنادي كده انا يعني بحط كل الاحتمالات معدي الطريق وقف في الجزيره ما بين الطريقين بس ده زراعي طريق سريع ماشي هتعمل مره واحده كل العربيه بتعدي بعزم من قوته الحجاره في العربيه لا لدرجه بقى ان الحجاره بقت تتصاد تيجي في ملاكي تيجي ايه ده؟ والله يعني وقت جاي انا يعني ما جريتش بصراحه على راسي بتوع البنزينه قلت لهم يا جماعه بتوع البنزينه زي الراجل بتاع الفيلم ده قلت لهم اكيد انتوا عارفين الراجل ده يعني في المنطقه اسمه عمرو يعني ربنا يشفيه قلت له طب ما مش عارف كده يعني جيب الناس لما تيجوا حد يجي معايا يكون قدامي يعني ونحاول ان احنا نزوره بعيد عن الايه؟ ما كده بيأذي الناس فعلا ورحنا والله جمعنا عليه حوالي 5 أو 6 وخدناه وبتاع انا بساله هيرد عليك فقال لي بيبصوا عليا والله ده حصل بيبصوا عليا مين يا عم بتوع النقل بيبصوا اللي جاي من اسكندريه يا عم غريب جاي على طول اكيد كتير بيبصوا عليا ازاي؟ هو تقول له بقى ده مثال اللي عنده الشركات مش اللي يجي بقى في اليوم بقى اللي هو يبقى الصبح مهندس وبعد الظهر يبقى طعام والكلام ده كله كريتيكال كير هناخد ايه الحاجات الكريتيكال كير الاسيد بيز بالانس والاي سي يو ميديا اناليسيس وميديكال سيرفيس وميديكال ايجنت ستريس ألسر ستريس يعني ايه ستريس ألسر؟ كل الناس بتقول عليها فرحه في المعده او في الجسم 10 نتيجه ضغط نفسي كده ضغط في يعني بجر الرجل عشان لا مش كده يعني بس هقول لك ايه خلاص يعني انا مش عارف في حاجات كتير قوي عندنا بالهبل فلما بقول حاجه بس لا الاستريس اوصل معناها فيسيولوجيكال ستريس مش سايكولوجيكال يعني وظيفي يعني عنده حاجه لا قدر الله ده الستريس مش واحد السايكولوجيكال ستريس وان ريسك فاكتور زي التدخين زي السبايسي فود زي الفاتي فود زي مش عارف ايه زي النوسترويد ريسك فاكتور ولكن مش متسمى اسم مرض يعني اللي قصدهم عليه في الاستريس اكتر فيسيولوجيكال ستريس خلاص البايوستات طبعا الخوف بالسؤال اروع الحاجات اللي منكم روعه لا والله اللي منكم هيعمل ماجستير او دكتوراه ان شاء الله او هيبقى يعني اكيد كلكم يعني ان شاء الله احنا يعني دايما لازم تاخد حاجه بعد البكالوريوس عارف اللي زمان الصيدلي في اسمه كده لا الصيدلي دلوقتي بقى بعد البكالوريوس انت معاك ايه فالبايوستات هتنفعك قوي في كده انك تعمل الاحصاء بقى بتاعت شغلك وتجيب البي فاليو وتجيب مش عارف الالفا ايرور والبيتا ايرور والباور ومش عارف ايه الحاجات دي كلها حاجات منتهى الروعه والجمال ما تلاقيهاش يعني بتلمسها لو انت باحث او بتشتغل الحاجات دي الاول هي كده اسمها النون ثيرابيوتيك
يعني اللي انا خلصتهم دول في العلم في البورد بيسموهم الثيرابيوتيك شابتر. حاجات بقى اللي هي الناشفه دي مش امراض يعني نون ثيرابيوتيك زي الكلينيكال ترايلز. وايه الايفيدنس بيزد ميديسن غير الكلينيكال ترايلز؟ يقول لك العلم القائم على الدليل. هو ايه الدليل؟ احنا خدنا في الفارما وطبينا على ان البيتا بلوكرز كونترا انديكيتد في هارت فيلير. البيتا بلوكرز دلوقتي بقت فيرست تشويس في هارت فيلير. بناء على ايه؟ الكلينيكال ترايلز. الكلينيكال ترايلز بقى في منها انواع راندمايزد كنترول وكيس كنترول وكوهورت وكروس سكشنال وبريفرنس، انواع كتيره جدا جدا، وكل نوع ليه كرايتيريا معينه وكل حاجه بتطبق عليها حسبه معينه. الحاجات دي بتتلمس فعلا كلينيكال. ما انت كلينيكال يعني ايه؟ يعني هتاخد الماجستير او الدكتوراه بتاعتك بالكلينيكال ستادي. طب الكلينيكال ستادي هتعملها ازاي؟ لازم تبقى عارف اساسيات الكلينيكال ستادي. تعمل حاجه مفيش غنى عنها. الكاينيتكس طبعا انتوا عارفين الادمي الابدومينال نفس اللي مثلا تأثير على المصريين جدا. ازاي نعمل دوز ادجستمنت، ازاي نعمل فيزيولوجيا اكسبيرمنت يدرس في بعض الحالات الليبر، ايه تأثير الجسم على الدواء، تأثير الجسم على الدواء، الفارماكوداينامكس تأثير الدواء على الجسم. هنعرف الحاجات دي ان شاء الله. الريجولاتوري ايشوز بقى القوانين المنظمه للجنس الصغار في امريكا بيجي عليها اسئله كتير جدا في الانترناشونال بيزنس، مع ان احنا بنطبقها في قوانين امريكا بس عشان خاطر الامتحان موحد على مستوى العالم، وهم كمان بالنسبه لهم الريجوليشن بتعمل حاجه. عارفين اللي انتوا هيدخل معادله امتحان معادله كنديه او استراليه او امريكيه او كده، 3 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو ايه تقريبا، الجزء الثاني نابلكس، الجزء الثالث بيشرح هتعمل في انهي ولايه تاخد الريجوليشن بتاعتها، القوانين بتاعتها اللي هي بتتحكم في الصيدله دي وتنظمها حسب الايه الولايه اللي انت فيها او المكان اللي انت ده كان الجزء الثاني. يعني لما يجي يقول لك مثلا بيجي على الريجولاتوري ايشوز مثلا 15% من امتحان الانترناشونال اكزام، مع انه 22 شابتر دي لوحدها يجي عليها 15 متر. بتعرفنا حاجات كويسه، ايه كلينيكال ستادي، تكبر تسوي امتى تسحب الدواء من السوق، امتى لازم الدواء جديد، امتى تاخده، يعني ايه براند عليك كده؟ طب انا هقول لك يعني ايه براند عليك كده؟ هو عايز حد مش عارف يعني ايه براند؟ مثلا يعني ايه براند؟ يعني ايه اسم العلم؟ اسم المادة الفعالة يعني انا لما اقول مثلا الجينيريك صح، بس في كمان معنى للجينيريك، معنى اخر للاسف احنا مش بنهتم بيه في الاندر جراد، بس بعد كده البورد 99% لما يذكر كلمة جينيريك يبقى قصده المعنى اللي انا هقوله ده. الجينيريك مين؟ معناه الاسم التجاري للشركة اللي مش الشركة المنافسة. يعني لو انا قلت البنادول باراسيتامول ده البراند نيم هو البنادول مثلا، فالبارامول مثلا بتاع شركة القاهرة ده الجينيريك، والاثنين المادة بتاعها باراسيتامول، بس معنى آخر للجينيريك نيم الاسم التجاري للشركة المنافسة. أما الاسم التجاري للشركة الأم البراند نيم. أنا عندي براند وجينيريك خلاص؟ فدي حاجة مهمة جدا، لأن البراند بيبقى ليها حاجة اسمها احتكار، فترة احتكار 20 سنة، مش أي جينيريك ينزل، وطول فترة الاحتكار دي بيبقى فيه برايس، بيبقى براند برايس، يعني السعر عالي جدا عارفين الدواء عشان ينزل السوق. اللي بيحصل في أمريكا طبعا الاحتكارات بيقعد من 10 ل 15 سنة أبحاث على ما ينزل، وبيتكلف حوالي 1 مليار دولار. عشان تعمل كده تعالوا شوفوا البراند الزيثروماكس مضاد حيوي بتاع البراند ب 58 جنيه، الزيثروسين ب 18. السؤال بقى انا مش هجاوبه لانه جدال جامد، هل البراند والجينيريك ذا سيم
ولا مش ذا سيم؟ ده بقى موضوع كبير. هل البراند والجينيريك ذا سيم ولا لا؟ والراجل هيضربني. الفارماكو ايكونومكس ده الكوست والبيزنس. الفارماكو ايكونومكس دي بقى علم كبير جدا وضخم جدا ومهم جدا جدا جدا. ليه؟ بيقول لك انتصارات قد ايه؟ والفايده بتاعتك كانت عامله ازاي؟ هل اللي انت صرفته تستاهل الفايده؟ هل الفايده تستاهل ان انا صرفته؟ طب لو انا عندي كذا منافس كذا حاجه، طب مين فيهم احسن؟ اختار بناء عليه. انا صرفت مين اكتر؟ بس ممكن يكون اللي انا صرفت عليه اكتر اداني فوائد اكتر برضه. واكتر عشرات اضعاف. يبقى هو ده اللي هو ايكونومي. فالعمليه بس مش ضغط ان الشريط ده ب 10 جنيه والشريط ده ب 50 يبقى ده يبقى اوفر. لا خالص. بتقيس بقى من الحاجات اللي اخر شابتر اللي هو شابتر محطوط بيه السنه دي بس او السنه اللي اللي هو education، يعني حاجه كده التعليم وازاي التعليم كويس. التعليم بالقديم على قديمه اللي هو المحاضر يتكلم والطلبه والمستمعين، ولا تعليم بالمحاضر يشترك، ولا تعليم بجروبات كل جروب مش عارف ايه، ولا تعليم ببروجكت ولا ورك شوب. حاجات علميه ظريفه جدا جدا هي اتقالت في الشابتر اللي هو الاخير. ان شاء الله هو ده الشابتر رقم 22 كده. احنا خلصنا الجزء وخلصنا اللي انا عايزه. بس ما كنتش خشب. هو كل واحد عنده اوسي يكتب بس السؤال في ورقه ويجيب الاوسي، والاوسي هيوصله لعبد الله لطفي، وعبد الله هيوصله للدكتور، وجروب الاسئله دي هتنزل على الاجهزه عشان نلتزم بالطريقه اللي مش عارف عنها. تمام؟ دلوقتي هيبقى معانا السربرايز بتاعنا اللي احنا بنعمل عنها امبارح. في مناظرة ما بين أول عتلية صيدلة قطعة ثانية عمرو عامر وما بين طالب نشيد مواد اسمه أحمد سيد الصاوي، واللي هيدير المناظرة ديت هو أحمد بدر الحق. فرحبوا بيه معانا. أبو زياد طب للحق. ايه؟ طب للحق. انا جاي طب انا جاي والله عشان لا بس الراجل ده برنس. ايه؟ الراجل ده ملوش حل. انا كنت ناوي اخده والله زي ده. كده مش واخده. كده بعد الليله دي مش واخده. انا استمرها. مش عايز البورد الامريكي يا عم، مش عايزه خلاص. الطب ده اصلا مطلوب. ايه؟ هات حاجه من الطب اللي يتحقق. الجوال بتاع ده كيب سايلنت. زياد كيب سايلنت. ايه؟ كيب سايلنت. كيب سايلنت. ايه؟